لبيان موقفنا من هذه الاحداث، وعلى راسها ما جرى في اجتماع حزب الوفد وجريده الوفد تحديدا، حيث ذهب كل المنافقين وكل السلطويين وكل الموظفين الى هناك ليزيدوا علينا وعلى شعبنا ويقدموا فروض الولاء والطاعه للجيش وقاده الجيش والانقلاب العسكري. وللاسف الشديد نادوا بخطاب عنصري، والبيان الذي صدر وقرأه احد الزملاء المعروف والذي يتلون مع كل العصور خطاب وبيان اقصائي وفاشي. الموصوف المخزي للعار انه الذي حتى الان انه اخذ هذا القرار بايداع هذه الاموال لعبد الفتاح السيسي الساحر سحرة فرعون عبد الفتاح السيسي الذي يسحر اعين الناس، وحصل على 64 مليار جنيه من اموال الشعب المصري. وطبعا هذا زياره شوان موقفه نطالبه ونطالب مجلس صندوق التكافل نقابه الصحفيين انه يعقدون جمعيه عموميه ويقدمون فيها كشف حساب منذ تولوا منذ اخر الانتخابات عقدت، ويكون هذا الكشف في اين اموال الصحفيين واين الاموال في كم بنك تودع هذه الاموال، واين يعرفون اين الخسائر واين المكاسب لاعضاء الجمعيه العموميه. قضيه ان يتحول الاعلام الى بوق نحن نرفض. نحن نضلنا منذ حسني مبارك، نزلنا ثورة 25 يناير من أجل أن ننال حريتنا، انتزعنا حريتنا، وصل سقف الحرية إلى أقصاه، ونزعم أننا كنا في عهد السيد الرئيس محمد مرسي في لدينا مساحة من الحرية تعادل مساحة الحرية في الولايات المتحدة الأمريكية. إجمالا ما نستطيع قوله أننا في حركة تعاون الانقلاب والتنسيقية المصرية للصحفيين المصريين نرفض كل ما يجري من جانب نقابة الصحفيين ومجلسها الموالي للسلطة، نرفض ما يحاول أن يشرعنه الانقلاب العسكري من خلال قنوات ومن خلال القوانين واللجان. في النهاية سنظل ندافع عن حرية الصحافة، حرية كل زملاء الصحفيين. نحن لا ندافع عن تيار سياسي بعينه ولا عن فصيل سياسي بعينه، نحن ندافع عن كل زملاء الصحفيين وكل شهداء الصحافة، وندين أيضا أي إرهاب ضد أي مصري، ونقول الدم المصري كله حرام وأيضا الدم الصحفي كله حرام. بدل من أن تضم أعضاء يعني محايدين وصحفيين يعني أشراف أو محسوبين على يعني على التيار الحر او غير محسوبين على النظام، استبعدت واستقصت كل هؤلاء وفقط ضمت كل رجال الحكومه ورجال النظام. قفزت حريه الاعلام والصحافه في مصر قفزه قويه وغير مسبوقه، ولكن الى الخلف لتغوص بمصر في دياجين الظلمات والاعلام الموجه الذي لا يتناسب مطلقا مع عصر السماوات المفتوحه ووسائل الإعلام الاجتماعي والحرية التي نشدتها ثورة 25 يناير، وذلك تحت دعاوى واهية، وهو ما بدا واضحا من الاجتماع المريب لجريدة الوفد مؤخرا الذي عقدته قوى الإعلام الحكومي السلطوي، وما تمخض عنه في شكل إعلام فاشي إقصائي يضرب حرية الصحافة والإعلام في مقتل. وترى حركة صحفيون ضد الانقلاب صدق إن مشاركة ضياء رشوان نقيب الصحفيين في مثل هذا الاجتماع المريب يعد عملا سياسيا بامتياز، ما كان ينبغي لنقيب نقابة رأي أن يكون أبرز حاضرين، خاصة أن الهدف المعلن وراء هذا الاجتماع هو مواجهة ما أسموه بالإرهاب في خطاب إعلامي موحد، وهو ما يعيدنا إلى عصر الإعلام الموجه الذي ما كان يجب على نقيب الصحفيين أن يكون أحد دعاته ومتواجدا به والمنوط به الدفاع عن حرية الصحافة وليس السعي إلى خنقها. وتؤكد الحركة أن التوجه الذي دعا إليه الاجتماع هو ما يمارس بالفعل منذ الانقلاب العسكري في يونيو 2013، ولا حاجة لعقد مؤتمر للحث عليه. وتشدد الحركة أن هذا التوجه السلطوي سيبوء بالفشل لأنه يخالف روح العصر، وسيكلل كل من دعا لهذا التوجه بالعار والخزي. وتعبر صدق عن اندهاشها من استمرار مسلسل الاستحواذ وتغييب القطاع الأكبر من الصحفيين وصدمهم بقرارات فوقية أو صادرة بصورة شكلية من صحفيين يبدون مستقلين ولكنهم من كتبة السلطة، مؤكدة أن قرار محلم بإنشاء لجنة التشريعات الإعلامية يعد مخالفا للدستور
والذي نص من خلال المادة 70 بضرورة أخذ رأي نقابة الصحفيين خاصة الجمعية العمومية فيما يخص التشريعات المتعلقة بالصحافة، وإن التعجل في المضي بهذه اللجنة مع ما سبقها من اجتماع حزب الوفد يعني أن السلطة تضمر مزيدا من تكميم الأفواه وتقنين هذا الإجرام، وتطالب الحركة بمشاركة جميع الصحفيين في تشكيل هذه اللجنة وعموم الشخصيات والحركات الرافضة للانقلاب العسكري وتأمينهم من سيف الجلاد ليبدون رأيهم في مستقبل مهنتهم، وإن التسرع لإنجاز هذا الأمر وسط تغييب قطاع كبير من الصحفيين ترهيبا أو سجنا لا يخدم أبدا حرية الصحافة ويضمر نية سيئة للصحافة والصحفيين. وتؤكد الحركة أن حرية الصحافة تبدأ بالقصاص لشهداء الصحفيين وإطلاق سراح السجناء منهم وإعادة المفصولين إلى أعمالهم وتعويضهم عن التعسف الذي لاقوه جراء البطش الذي تستخدمه سلطة الانقلاب العسكري مع تشجيعهم لقول رأيهم بكل حرية دون عقاب بدني أو معنوي، وهو الإجراء الأولى الذي كان ينبغي الإقدام عليه بدلا من الإسراع لسلق قوانين تقنن عملية تكميم الأفواه وكسر الأقلام وقتل الصحفيين. وتعيد الحركة تأكيدها على مطالبتها مجلس إدارة صندوق التكافل بنقابة الصحفيين بالتراجع عن القرار السياسي الذي اتخذه باستثمار 15 مليون جنيه في مشروع قناة السويس الجديدة، وتحمله المسؤولية الكاملة عن أموال المودعين. حركة صحفيون ضد الانقلاب صدق، القاهرة 29 أكتوبر 2014. عاشت حرية الصحافة وتسقط القوانين المكممة للحريات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.